احنا محتاجين نظبط حياتنا. يا جماعة انتوا بجد مش فاهمين، انتوا وحشتوني قد ايه. وانا عارفه ان انا كنت مقصره معاكم الفتره اللي جامد، بس خلوني اشرح لكم ايه اللي حصل. لو انتوا هنا من بدري هتعرفوا ان انا عندي شويه مشاكل في ظهري. لو انتوا مش عارفين فانا عندي انزلاق غضروفي وشويه مشاكل والتهابات في كتفي وفي الكتف. انا اوريدي بتعالج وباخد جلسات علاج طبيعي 3 مرات في الاسبوع بقالي فتره طويله، لكن مع زنقه المشاريع والشغل وكل الحاجات دي السبب بتاع الوجع لسه موجود، وبالتالي بتعب وساعات بتعب قوي. وقوي ده از ان انا ساعات بحتاج الناس تسندني عشان اعرف امشي. الفتره اللي فاتت كان عندنا زنقه مشاريع كبيره قوي وشويه حاجات كتير قوي محتاجه اعملها، فانا كنت بحاول الم الحاجات دي واحاول اخلصها على قد ما اقدر، ولكن في وسط ما انا بحاول المحاولات دي تعبت جامد قوي وما كنتش عارفه اتحرك تماما، وما كنتش عارفه احرك كتافي تماما، ولا حتى كنت عارفه انام. اوريدي اجلت تسليم شويه مشاريع من مادتين، ومتاخره في الماده الثالثه عشان عدى اسبوع منها وانا ما عملتش اي حاجه. بقالي كتير قوي ما رحتش الكليه، الاسبوع اللي فات كله ما رحتش غير مره واحده بس عشان اشوف انا هعرف اعمل ايه. وحقيقي كل حاجه مش مترتبه، روتيني بايظ، الاوضه كانت فوق بعضها، وفي شغل كتير قوي متأجل ما عملتوش، وحاجات كتير قوي ما صورتهاش، فمحتاجين نظبط كل ده مع بعض. عايزه اقول لكم ان انا بجد كنت قريبه قوي من ان انا اجل الترم كله عشان اريح، وعشان انا فعلا مش قادره اعمل اي حاجه. ولكن لما اتكلمت مع دكتوره العلاج الطبيعي بتاعتي قالت لي انه ده مش هينفع، عشان هو ممكن اتحسن في الشهر او في الشهرين اللي انا هاخدهم اجازه دول، ولكن لما ارجع تاني عشان اشتغل هيبقى ورايا حاجات كتير قوي اتراكمت عليا، فاول ما ارجع اعمل الحاجات دي هرجع زي الاول ويمكن اسوأ كمان. فقالت لي ان الحل الوحيد هنا ان احنا نحاول نزق السنه على قد ما اقدر، واحاول اشتغل على قد ما اقدر، وفي نفس الوقت هي معايا هستمر على جلسات العلاج الطبيعي، هاخد الفيتامينات بتاعتي، واحتمال كمان اروح جيم الفتره الجايه عشان احاول اقوي من عضلات ظهري اللي بجد مش موجوده. فكل الحاجات دي ان شاء الله تساعدني ان انا اكمل بس اخر سنه ليا في الكليه على خير. عموما شكرا لكل الناس اللي سألت عليا منكم، وكل الناس اللي بعتت لي، وكل الناس اللي بتدعي لي. بتمنى دايما تدعوا لي ان انا اكون كويسه، عشان بجد انا محتاجه دعواتكم قوي قوي قوي، ومحتاجه اكمل في الكليه، ومحتاجه اكمل في الفيديوهات اللي انا بصورها لكم عشان افضل معاكم على طول، عشان بجد بحبكم قوي. فبس كده، ده كان ابديت على ايه الحاجات اللي حصلت الفتره اللي فاتت وليه انا كنت مختفيه. في بقى خبر حلو صغنون حصل. فاكرين الحاجه اللي كنت بقول لكم عليها في الفيديوهات اللي فاتت لما كنت بقول لكم ان في حاجه بعملها في الزمالك بس مش عارفه اقول لكم عليها دلوقتي غير لما تحصل؟ والحمد لله يا جماعه هي حصلت. الحمد لله اتقابلت في مهرجان ضي للشباب للسنه دي، ان شاء الله المعرض هيكون خلال الشهر الجاي. اول ما اعرف الميعاد على طول هقول لكم وابلغكم عشان نتقابل كلنا هناك ان شاء الله، وتيجي تشوفوا العمل الفني اللي انا عملته. العمل ده انا كنت عاملاه من اجازة الصيف، فمتحمسة قوي 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 ان انتوا تشوفوه ان شاء الله الشهر الجاي. وبس كده. بصراحة اليوم النهاردة برضو اخدته اجازة، النهاردة الخميس، نمت براحتي قوي عشان كان بقالي فترة ما نمتش كويس. اكلت مع اخويا واتفرجت على فيلم، ولكن صورت كل الجيفتس اللي جات لي الفترة اللي فاتت عشان ما كنتش صورت اي حاجة منها. المنظر دلوقتي على السرير والارض غير يعني صالح لاي حاجة، ولكن هنظبط كل ده مع بعض ان شاء الله. الويكند ده مش هيكون راحة خالص، بالعكس هيتعمل فيه حاجات كتير قوي، ونحاول ننقذ كل الحاجات اللي اتراكمت عليا الفترة اللي فاتت. فهنقعد دلوقتي نبلان لده، وبعدين من بكرة بقى نبتدي نشتغل بجد. جبت دلوقتي البلانر بتاعتي وهنقعد نكتب الحاجات اللي ان شاء الله هعملها يوم الجمعة ويوم السبت. اوكي، انا كده خلصت، عملت بلاننج لبكره وبعده، بس كتبت اللي هو التودو ليست نفسها، ما كتبتش هعمل ايه بالظبط الساعه كام وكده، عشان في شويه حاجات هعملها بكره مش عارفه هتخلص امتى. فخلينا ماشيين بالتودو ليست دلوقتي. ان شاء الله بكره عايزه ابوست ستوريز للجيفتس اللي جاتلي، وعايزه اروح الوكاله عشان
في حاجات حلوة قوي بصراحة، وعايزة اروح اشتري، وعايزة اعمل السكتشز بتاعة المشروع الجديد. اختار من السكتشز دول واحد اعمله، وعايزة ابتدي بقى في اللوحة بتاعة السكتش. يعني انا بعد ما اخلص السكتش المفروض هبتدي بقى اعمل لوحة كبيرة، فعايزة ابتدي في اللوحة دي واعمل لها اوتلاين. ممكن ابدأ بينتنج فيها لو لحقت يعني. عايزة اظبط شوية مواعيد، وعايزة كمان ابتدي ادور على جيم عشان ابتدي اروحه من الاسبوع الجاي. دلوقتي هقفل البلانر اللي على الصورة دي وهبتدي اغير هدومي واجهز للنوم، عشان انا ظهري وجعني قوي وعايزة انام. بس انا انتوا اكيد لاحظتوا ان التصوير مختلف شويه عشان انا جبت الكاميرا اللي على الصورة دي. بجد متحمسه قوي لكل الفيديوهات اللي هصورها بالكاميرا. انا عايز اقولك ان أنا اصلا ده مش اول فيديو اصوره بيها، ولكن كل الفيديوهات اللي بداتها لحد دلوقتي بالكاميرا بتخلص بان انا بنهار وبتعب ومش بكمل الفيديو، فان شاء الله الفيديو ده يكمل. صباح الخير. النهارده الجمعة. كاتبة ان من الحاجات اللي انا عايزة اعملها النهاردة هي ان انا اروح الوكالة، وانا هروح الصبح بدري. فدلوقتي هفطر وبعدين اخد شاور اجهز وانزل. بدأت اليوم بان انا عملت السكين كير بتاعي، كان بقالي كتير قوي ما عملتهوش. رتبت السرير بس محتاجة ابقى اغير الملاية بعدين. وعايزة ارجع للعادات اللي انا بعملها في الروتين بتاعي. واول حاجة انا كنت بعملها الصبح هي ان انا كنت بكتب قائمة الامتنان بتاعي او gratitude، وكمان بقرا اذكار الصباح. الجورنال اللي انا هكتب فيه، واخر مرة انا كتبت في الجورنال ده كان يوم 7. يلا بينا. عملت الفطار اهو، وعملت كمان الايس كوفي بتاعتي. دلوقتي هقعد افطر وبعدين نبتدي بقى ناخد شاور ونجهز. اوكي الخروجه بتاعت الوكاله دلوقتي اتاجلت عشان رنيت على كل اصحابي كلهم تعبانين مش قادرين ينزلوا، وانا مش هعرف انزل لوحدي عشان اوريدي تعبانه، فمش هقدر اروح واشتري واشيل وكده، هبقى محتاجه حد يساعدني عامه. ف اتاجلت معرفش لحد امتى، فمش هروح النهارده. المهم اني تقريبا ما نمتش غير 5 ساعات، ف هحط القربة. اوريدي عملت الاسترشاد بتاعتي وممكن انام يعني نص ساعة او حاجة، مش هنام اكتر من كده عشان لما باخد ناب اطول من كده بصحى مصدعة جدا، مش بصحى فايقة. بعدين هبتدي بقى اعمل الحاجات اللي ورايا في اليوم، مشاريع وحاجات الكلية وكده. القربة اهي، اشوفكوا كمان نص ساعة. صباح الخير. انا جيت لكم بس بعد اكتر من نص ساعة، عشان اصلا اخدت نص ساعة عشان اعرف انام. بس بجد الناب دي كانت حلوة قوي وصحية، حاسة ان انا نمت كويس. دلوقتي هقوم اخد شاور عشان افوق شوية، وهنبدأ في الحاجة اللي ورانا. انا اخدت شاور وعملت الروتين بتاعي وكل حاجة، وبدأت في اللوحة، او مش اللوحة، هي السكتش اللي هعمله قبل اللوحة. المفروض اعمل كذا سكتش، وده السيت اب بتاعي حاليا، الالوان واللي وصلت له في اللوحة لحد دلوقتي. انا بقالي تقريبا ساعة الا الساعة دلوقتي ب1:30، واخر مرة اكلت فيها كانت من 6-7 ساعات، فانا دلوقتي جعانة ولسه بعد الغدا مش دلوقتي. فهعمل شوية بطاطس وسندوتش جبنة وبتاع، تصبيرة كده لحد الغدا، عبال برضو ايه ما الايباد يشحن. اوكي، ده شكل السكتش اللي انا وصلت له، عجبني جدا وحاسه ان النتيجه تمام بالنسبه لسكتش سريع باكريليك. دلوقتي هعمل السكتش التاني، بس هاخد بريك الاول 15 دقايق كده، وبعد كده هدخل على السكتش التاني. ده اللي وصلت له لحد دلوقتي. عملت السكتش التاني، بصوا شكله من قريب، وده اول واحد.
فاضل لي 2 بس. الاتنين التانيين انا ما اعتقدش ان انا هعمل منهم اللوحه الكبيره، يعني انا غالبا هعمل اللوحه الكبيره يا اما من دي يا اما من دي، فقولوا لي انهي عجبكم اكتر. بصوا كمان شكل الباليتا بعد ما خلصت بجد شكلها حلو قوي بالازرقات دي. قررت بقى لحد ما الايباد يشحن عشان اعمل 3 سكتش. هصور فيديوهين، فيديو ستوري لجفت وفيديو تاني ريل هيبقى ستايلينج كده، فيديو هيبقى حلو قوي ان شاء الله. هبدأ بالجفت الاول عشان في نفس الوقت هجيت ريدي وانا بصورها عشان هي معظمها حاجات ميك اب وبرودكتس وليب جلاسز وحاجات كده. ف هجربها واجهز بيها وبعدين هصور الفيديو. هتلاقوني جهزت بعد 1 2 3 يوم. هلو، ده شكلي بعد ما جهزت بجد يا جماعة. عملت كذا اوتفيت تحفة، عايزة اوريكم شكل الجاكيت. بصوا ده شكل الجاكيت. هتلاقوا بقى الستايلينج فيديو على انستجرام وتيك توك، فروحوا اعملوا لي فولو هناك لو مش عاملين لي يعني. دلوقتي هقعد اعمل اديت للفيديو اللي انا صورته وابعته للبراند، وكمان هعمل اديت للفيديو بتاع الجفت اللي انا صورته وانزله ستوري. وبعد ما اخلص بقى هعمل السكتش، وان شاء الله ان شاء الله اعمل كمان الاوتلاين بتاع اللوحة الكبيرة. عملت الاديت اهو كله خلصته. انا خلصت تاني اديت، دلوقتي هقوم اعمل السكتش والاوتلاين عشان اخلص اليوم، عشان بجد تعبت وحاسه انا عملت حاجات كتير قوي النهارده. انا تقريبا ما كملتش ساعة في السكتش ده، خلصته كده سريعا. ده شكل السكتشات وهي كلها جنب بعض. حاسه ان هما عاجبني قوي بصراحه، بس جس كده انا هعمل ايه في دول؟ يعني اكتبوا دلوقتي في الكومنتس انتوا تفتكروا انا هعمل 1 ولا 2 ولا 3. اكيد اخدتوا بالكوا ان ده هو ده، بس ده الصبح وده بالليل. بجد محترمة بين الاتنين قوي. ده اضاءته مسرحية وجديدة عليا، ما عملتهاش قبل كده في المادة دي، بس عملتها في مواد تانية، لكن دي انا متعودة عليها والكومفورت زون بتاعتي، فبجد محتارة. دي حاسة ان انا مش هعملها قوي، بس هسلمها كسكتش، مش عارفة. شكل ايدي بعد تحضير اللوحة. انا بجد فخورة قوي بكل اللي وصلت له النهارده، وبان انا عملت حاجات كتير في التو ليست بتاعتي، ودي حاجة بجد بقالها كتير قوي ما حصلتش. انا بقالي كتير اصلا ما كتبتش تو ليست حتى، فبجد مبسوطة قوي. يا رب الفيديو ده يكون شجعكم ان انتوا كمان تقوموا وتعملوا كل الحاجات اللي وراكم. ولو وصلتوا لحد اخر الفيديو حطوا الايموجي ده في الكومنتس وقولوا لي عايزين تشوفوا ايه في الفيديوهات الجايه. وبس كده، اشوفكم الفيديو الجاي، باي.